ازيكم جميعا، عاملين ايه؟ انا اشرقت احمد. بقالي كتير بحاول ان انا اتفادى الفيديو ده، مش عايزه اصوره ومش عارفه اصوره ازاي، بس اعتقد ان انا ما ينفعش ان انا ااجله اكتر من كده. فقررت ان انا اصوره ومش محضره كلام، بس قلت اصوره زي ما تيجي. انا عملت الفيديو ده النهارده علشان اعرفكم ان حد من عيلتنا، عيله اليوتيوب، كان بيظهر معايا في الفيديوهات. قطتي ابرار اللي كان بيتفرج على فيديوهاتي زمان عارفها كويس قوي. قطتي ابرار اتوفت. خلينا ندردش معاكم واحكي لكم ايه اللي حصل. يتابعني ومش عارف، او حتى اللي كان متابعني بس برضو مش عارف، انا بالنسبه لي قطتي هي كانت كل حاجه في حياتي. يعني قطتي دي كانت معايا من وانا عندي 9 سنين، يعني من وانا كنت صغيره خالص. اتولدت عندنا في البيت، يعني باباها ومامتها كانوا عندنا في البيت، وهي اتولدت عندنا. ما رحناش مثلا اشتريناها او اتبنيناها من حد، لا هي اتولدت عندنا وعاشت طول عمرها وطول حياتها عندنا. كانت معانا بقالها 16 سنه، عاشت معانا 16 سنه. ده عمر يعني 16 سنه دول كتير قوي. فهي كانت جزء من حياتي 16 سنه كاملين، وانا عندي 9 سنين لحد دلوقتي وانا عندي 24 سنه. فبالنسبه لي انا كبرت وهي معايا، كبرنا انا وهي سوا. معظم لحظات حياتي هي كانت جزء منها. عمرها ما راحت عند اي حد غيرنا، عمرها ما شافت شارع خالص، عمرها يعني بجد كانت جزء من، يعني انا وماما اعتبرناها ان هي جزء من العيله، وهي فعلا كانت جزء من العيله. وخلاص هو كانت معانا طول عمرها وطول حياتها، مش فيش حد غيرنا. خليني وانا بتكلم معاكم كده افتكر لها شويه مواقف وحاجات وذكريات يمكن ما حكيتهاش قبل كده. كمان احكي لكم يعني اخر فترتها كانت عامله ازاي. كان عندي مامتها وباباها، وهي اتولدت كانوا مامتها خلفت 3، كانت هي من ضمنهم، وكانت هي اشقى واحده فيهم، وكانت اكتر واحده جميله قوي فيهم. عينيها كانت زرقاء عامله زي البحر، زي الاوشن. كانت جميله ومختلفه، وكانت شقيه بس في نفس الوقت الشقاوه اللي هي الحلوه اللي مش دمها تقيل، لا خالص. كبرنا مع بعض. انا يعني كانت من اوائل القطط اللي كانت عندي. كان في بدايه حياتها كان معانا قطط تانية غيرها، ولكن فيما بعد بقت هي بس اللي عندنا، وانا اخترتها هي. انا وماما فضلت عندنا لحد ما توفت. قطط كتير جت وراحت، الا هي الوحيده اللي ثابته معانا، هي الوحيده الاصيله الفاضله معانا. يعني افتكر لها مره واحنا صغيرين، كانت هي لسه برضه ما كملتش سنه مثلا. كانت بتحب قوي قوي تلعب بالكوينز، الفلوس الكوينز دي، واي حاجه تكون فضه او حاجه بتلمع. وافتكر مره بلعب معاها بالكوين، حاطه كذا كوين، انا عارفه انا عداهم، تقريبا كانوا 3 أو 2. كنت بلعب معاها بالكوينز، فجاه ببص لقيت كوين منهم مش موجود. اكيد هي قعدت فوقيه ولا حاجه، بشيلها مش تحتيها، ادور في كل حته مش موجود. وهي كانت هايبر اكتف جدا، وكانت بتحب تلعب قوي بالكوينز دي. وفجاه لما الكوين ده اختفى لقيتها هي واقفه متسمره كده، ما بتتحركش، مع انها كانت لسه يعني 5 ثواني بالظبط قبلها كانت هايبر اكتف جدا. فانا اللي هو اوكي، وانا مش لاقيه في اي حته. فمعرفش ايه اللي خلاني، ربنا الهمني قال لي هي بلعته. اكيد ما بلعته، لا بلعته. فقلت افتح بقها، بص حرفيا لقيته واقف عند زورها. حصل لي بانيك ومكنتش عارفه اعمل ايه. بعدين الحمد لله ربنا الهمني ان انا اتصرف. كنت لسه صغيره، كان لسه عندي 9 سنين وقتها، بس ربنا الهمني ان انا اتصرف بسرعه جدا. ورحت فاتحه بقها، ورحت عامله صباعي كده زي هوك، ورحت داخله ورحت مخرجه الكوين. ولما خرجت الكوين، هي بعدها كانت واقفه اصلا قبل ما اخرج الكوين، كانت واقفه عامله زي السكرانه كده. فاول ما خرجت الكوين ابتدت ان هي عملت كده وراحت بصالي، وابتدت ان هي ترجع هايبر اكتف تلعب بيهم تاني. قلت لها لا سوري انا اسفه. رحت واخده الكوينز ورحت شايلها، قلت لها ابدا مش هنلعب بالكوين تاني. ومن ساعتها فعلا وانا ما عدتش بخليها تلعب بالكوين. ولحد ما هي كانت كبيره، كانت على طول كل ما تشوفنا مثلا في كوينز معانا او اي حاجه تقعد تبقى عايزه تلعب بيهم. بس انا كان عندي تروما من الموضوع ده، كنت بقول لها نو لا لعب بالكوين معاكي تاني لا. ده غير بقى الحاجات الشايني اللي هي كانت بتحب تلعب بيها. مره خدت الساعه بتاعت ماما، الساعه كانت غاليه جدا. فجاه ما لقيناش الساعه بتاعت ماما، ندور عليها في كل حته احنا مش لاقيينها. لقيناها فين؟ لقيناها في باسكت الزباله. خدتها بقها، قعدت تلعب بيها، جريت بيها، وراحت حطاها في باسكت الزباله. الحمد لله ان ماما دورت في الزباله قبل ما ترميها، لانه عادي كانت بترمي الزباله عادي، انا اكيد مش هتبص في الزباله يعني. وهي اصلا قالت خلاص انا مش عارفه الساعه بتاعتي ضاعت فين، عوضي بقى على الله. طلعت في الاخر
في الزباله. القطه دي قرده، ايه ده، ايه اللي هي بتعمله ده؟ دي حراميه. كنا مسمينها حراميه وكمان كنا مسمينها قطنه، لان هي كانت شعرها كان غزير قوي، كانت عامله زي القطنه كده، كانت عامله زي الكوره كده مكوره القطنه كده وهي صغيره. بعدين لما كبرت شويه ابتدت ان هي تهدى اكتر، وابتدت ان هي تبقى في ملكوت لوحدها، بعيد عن اخواتها، بعيد عن كل حد. كنا نحط لهم الاكل وننادي عليهم علشان يجوا وقت الاكل بتاعهم. تكون هي اصلا مش موجوده وقاعده نايمه مع نفسها في حته، وبعدين تفتكر ان هي ما كانتش، تفتكر ان ده كان ميعاد الاكل، فتروح بعد ما هم يخلصوا الاكل هي تيجي تبص لنا كده انا وماما، نقول لها اوه انت ما جيتيش معاهم تاكلي. هحاول ان انا ادور لكم على فيديوهات، بس كانت زمان قوي يعني، كنا بنصورها بالموبايل النوكيا اللي هو كان بزراير ده، مش عارفه هلاقي الفيديوهات دي ولا لا. يعني كان 2009 2000 وكام، يعني زمان قوي. بس هحاول ان انا ادور لكم على لقطات مثلا لحاجات زي كده، لو معرفتش ممكن ابقى اعمل فيديو تاني لو لقيتهم بعدين. يعني بعدها قررت ان انا عايزه هي دي اللي تفضل معايا طول الوقت، وفعلا كانت معايا طول الوقت. ابتدت ان هي تتعود علينا اكتر، ابتدت ان هي تبقى حنينه اكتر بكتير، ابتدت ان هي تبقى رزينه، ابتدت ان هي بجد يبقى كل الصفات الحلوه فيها. لما كنت بزعل او بكون متضايقه من اي حاجه كانت هي اللي بلاقيها جايه وقاعده تيجي تقعد معايا، وتيجي تقعد تنونولي وتبص لي وتتمسح فيا وتقعد عليا عشان تديني ايموشنال سبورت، لان كانت بتحس لما كان بيكون في حاجه. لما تلاقيني كنت ببقى تعبانه مثلا، هي برضو جت وقعدت تواسيني وقاعده معايا. اتعودت على وجودها في البيت على طول 24 ساعه هي موجوده في البيت. عزلنا كذا مره وهي معانا، لما بس كنا بنسيبها يوم مثلا عشان مسافرين او اي حاجه بنبقى متضايقين قوي، فهي كمان كانت بتتضايق قوي. ولما بنرجع كانت بتقعد تبقى مخصمانه. لما بنكون رايحين مشوار مثلا في الجامعه اي حاجه وبعدين ارجع تاني البيت، تقعد تيجي تستقبلني. لما انا اكون معاها انا في البيت مثلا وماما هي اللي جايه من بره، تروح لماما وتستقبل اي حد فينا يجي تروح له تستقبله. كانت بتحب الكلاب اكتر من القطط. مره نزلناها شويه في المدخل بتاع العمار، في كلب معدي قدام، كلب شارع عادي معدي قدام البيت. قبلها كان في قطه معديه وهي قعدت كانتش طايقه القطه خالص. اول ما الكلب عاد قعدت تنونو برقه كده، وقعدت كانت تتجنن وعايزه ماما تفتح باب العماره عشان تخرج وتلعب مع الكلب. حتى احنا استغربناها قوي. قلت لها ماما تعالي نجيب لها كلب ويبقوا صحاب يبقوا مع بعض. قالت لي لا. كنا بنجيب لها قطط تانية، بس هي كانت ده بيتها، ده كان الملكوت بتاعها. فكانت اللي هو لا انتوا هتجيبوا لي قطه، انا عايزه ابقى معاكم انتوا. انا كنت صغيره اول ما هي اتولدت وعاشت معايا من وانا صغيره، وكبرنا انا وهي مع بعض. فكان من اثار ده ان هي كانت احيانا بتغير مني غيره مش حلوه، لا بالعكس. ده كانت مثلا لما تلاقيني باكل من حاجه لازم تاكل من الحاجه دي، حتى لو هي ما بتحبش الحاجه دي. اجي مثلا من بره وادي لماما حضن، الاقيها هي طلعت في وسطنا انا وماما علشان تاخد هي كمان حضن، لازم نشاركها، هي الثالثه بتاعتنا. فكانت معتبره نفسها هي كمان ان هي من العيله بتاعتنا. انا عارفه لو حد مش مربي اي حيوانات سواء كلاب او قطط او اي حاجه من الحاجات دي، وانا بحكي الكلام ده هيقول انت مجنونه ولا ايه، بس دي حقيقه. مش حد هيفهمني غير اللي فعلا مربي حيوانات. عامه اي حيوان انتوا بتربوه وبالذات عايش معاكم بقاله فتره طويله قوي، هو مش بس مجرد حيوان قاعد معاكم في البيت، لا هو بجد هيتحول لفرد من افراد العيله بتاعتكم، حد روح انتوا مسؤولين منه، مهتمين بيه، لازم تاكلوا وشربوا ونظافته وكل حاجه. كانت على طول تروح تصحي ماما، خلاص فازت ماما مفروض ميعاد الصحيان بتاعها امتى، كانت تروح تقعد تصحي ماما بالذات وقت الفجر. لو ماما مثلا المنبه بتاعها ما ضربش او ما صحيتش عليه او نسيت اصلا تظبطه، كانت هي اللي بتروح وتصحي ماما. لما كانت تقول لها روحي ابرار صحي اشرقت، كانت تيجي وتصحيني. على فكره كانت بتفهم، الحيوانات بيفهموا، ومع الوقت انتوا لو عدتوهم برضو بيفهموا. كانت حنينه جدا 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 بجد. لما بنيجي سواء انا او ماما بنيجي نصلي، كانت بتيجي تقعد تصلي معانا، تيجي تقعد معانا على السجاده بكل ادب واحترام، تبقى قاعده كده واحنا بنصلي. يعتبر احنا كنا بنعتبرها ان هي بتصلي معانا. لما كان يجي لنا اي ضيوف او اي حد، كانت حرفيا حد مؤدب جدا ومحترم جدا، وكان اي حد يجي لنا كان بيحبها قوي ويقعد يتصور معاها ويقعد يلعب معاها. كان بجد اي حد بيجي كان بيقع بها وفي جمالها وفي جمال عيونها الزرقاء دي. لو مثلا اتاخرنا عليها في مره بره البيت ورجعنا بتبقى زعلانه قوي وتجيلنا، بس مش ما تسلمش. القطط بتديكوا الجستشر ان هي عايزه تسلم عليكوا، عايزاك تشيلها مش عارف ايه. كانت بتيجي وتقعد تبص لنا كده
وتقعد تنونو نونوه اللي هي انا زعلانه منكم، لما نيجي نشيلها تقعد اللي هو تبقى يعني مش عايزه تتكلم معانا، مش عايزه تعمل معانا اي حاجه. بس بعدين كانت بتتصالح بسرعه. اتعودت عليها وعلى وجودها في البيت، كانت جزء اساسي من حياتي. يعني كل ذكرياتي كانت هي موجوده فيها، كل ذكرياتي اللي انا افتكرها الكور ميموريز كانت هي موجوده فيها. وما كنتش اتمنى ان اليوم ده يجي، بس هي كانت كبرت وعجزت. بس انا قلت حتى لو عندها 16 سنه في قطط كتير تانية بتعيش 20 سنه، وفي قطط بتوصل ل 30 سنه كمان. فانا بالنسبه لي اللي هو ان شاء الله ربنا يطول في عمرها يعني وتفضل معايا. بس ده طبعا قضاء ربنا وقدره. اللي حصل كان كالاتي: هي كانت كبرت وعجزت، احنا كنا عارفين ده ان هي كبرت وعجزت، بس حصل لها مشاكل في الكلى. ابتدينا ان احنا نوديها للدكتور. احنا اوريدي اصلا كنا بنبقى متابعين حاجات تانية عامه في صحتها، عامه كل فتره بنروح نفولو اب. بس في اخر فتره دي كانت تعبت شويه، قعدنا نتابع معاها اشعاعات بقى وتحاليل وعملنا حاجات كتير قوي، وقعدنا الدكاتره كتبوا لها على علاجات، قعدنا نلتزم عليها وكل حاجه. الموضوع ده ما خدش كام يوم حرفيا. في اليوم الاخير ده واحنا بنديلها العلاج لقيناها مش قادره تاخد العلاج، مش قادره تاخد نفسها، قاعده وبتنهار. جينا بيها على الدكتور. اسال الله العظيم ابرار انا اشفيك، اسال الله العظيم ابرار ابرار خدي طب اعمل ايه يا لهوي؟ العياده اللي احنا كنا فيها قال محتاجه اكسجين بسرعه، بس احنا ما عندناش اكسجين. احنا خدناها على مستشفى بيطري، يعني احنا كنا بنروح عياده عادي، خدناها على المستشفى بقى البيطري اللي المفروض يكون فيها الاكويبمنت دي. هحط لكم الفيديوهات والصور بتاعتها. وحاولوا ان هم يعملوا لها اكس راي وكده، ولقوا ان هي عندها ميه على الرئه، وعملوا لها برده ايكو لقوا ان هي عندها ميه على القلب. كل ده حصل بسرعه، يعني موضوع الكلى حصل، الكلى بسرعه اثرت على القلب، وطبعا القلب اثر على الرئه، وكانت حرفيا حالتها صعبه خالص. قعدنا نديلها جلسات نبيلايزر، بس ما كانش في حاجه بايديهم ان هم يعملوها اكتر من كده، لانه كان الوقت متاخر جدا، كان بالليل. احنا قعدنا معاها لحد الساعه 3 الفجر، يعني هو بس مجرد طوارئ ما فيهاش غير الاكسجين، يعلقوا لها محاليل مش عارف ايه الحاجات دي وبس، لكن ما كانش في اي اجراء تاني يقدروا ان هم يعملوه. يدوا لها علاجات بقى انتي انفلاماتوري، حاجات تقلل الالتهابات، لكن ما كانوش يقدروا ان هم مثلا يسحبوا الميه دي، ما كانوش يقدروا ان هم يعملوا اي حاجه من الحاجات دي. قعدنا ادينا لها اكسجين علشان تهدى شويه. بالفعل في الاول هديت شويه، وابتدينا ان احنا نعلق لها، قعدوا يعلقوا لها محاليل وحاجات، وكنا بنديلها حاجات تنزل السوائل اللي في جسمها على قد ما تقدر. فضلنا معاها لحد الساعه 3 الفجر، وكل شويه نفسها يتحسن شويه، بعد كده يرجع يبوظ تاني. كانت همدانه خالص مش قادره تتحرك، وانا كل ده انا قاعده بقول ان شاء الله تبقى كويسه، ونروح تاني يوم الصبح المستشفى عشان يكون خلاص بقى في العياده وكل حاجه مفتوحه، يتصرفوا يعملوا اي حاجه. وفضلنا معاها طول الليل، ما سبناهاش خالص، وهي اصلا ما كانتش عايزانا نسيبها خالص، بس في نفس الوقت كانت صعبان عليها مش نفسها، صعبان عليها ان احنا نشوفها في حالتها دي. فما كانتش، كان واضح قوي ان هي ما كانتش عايزانا نشوفها في الحاله دي. مش هيعرف، ممكن يعرف. مش عارفه، حاسه
احنا قاعدين بنحاول ان احنا نقول للدكاتره اتصرفوا، اعملوا اي حاجه، اي علاجات، اي حاجه. هم فعلا عملوا اللي هم يقدروا عليه وادوا لها علاجات كتير وحاجات كتير دي علشان يحاولوا ان هم يتصرفوا، بس عملوا كل اللي يقدروا عليه، مفيش اي حاجه تانية كانوا يقدروا ان هم يعملوه. فضلنا معاها وفضلنا بس مستنيين مش عارفين نعمل ايه. وكان في حاجه لاحظتها ان احنا كنا قاعدين في الاواخر بقى خالص، اتنقلنا اوضه تانية يعني، وابتدينا في الاوضه دي. بعدها بشويه احس ان عينيها بقت فاجي، يعني كأن فيها دخان. لون عينيها كان لونه ازرق، اللون ده مش باين مش واضح، بقى فيه زي غمامه كده. انا قلت ممكن تكون من الاضاءه بتاعه الاوضه، علشان الاضاءه ما كانش احسن حاجه في الاوضه. اكيد من الاضاءه، اكيد انا شايفه غلط. لحد ما في كان حد تاني كان جايه بالكلب بتاعها، يعني كانت بتدير علاج وكانت ماشيه فتقول الف سلامه عليها، يعني هي كده طبيعيه. فانا رحت بصيت لها كده قلت يعني انا مش شايفه غلط، يعني هي مش طبيعيه فعلا. فرحت بقول للدكتور، فالدكتور بص لي كده، هو كان عارف ان هو خلاص بس هو ما كانش عايز يقول لي. وانا قعدت اقول له لو خلاص قول لي، لو خلاص قول لي، بس ما تفاجئش عشان يعني اهيئ نفسي. حالي بصي والله احنا عملنا كل اللي احنا نقدر عليه، انا ما فيش بايدي حاجه تانية اقدر ان اعملها. قلت له ما انا عارفه، بس انا برضو عايزاك تقول لي لو خلاص قول لي. وقعد يقول لي انا مش هقدر اقول كده، بس احنا ادينا لها كل الحاجات اللي احنا نقدر عليها، كل شويه قاعدين بندي لها جلسات، كل شويه نعمل كل حاجه. وعلى اخر جلسه هي خدتها دي نفسها ما كانش بيتحسن، بالعكس كانت مش قادره تاخد نفسها. وبعدها قال احنا عملنا كل اللي احنا نقدر عليه، انا مفيش حاجه تانية، لو حضرتك عايزه تفضلي قاعده وتدي لها الجلسات دي مفيش مشكله، بس احنا خلاص ده كده اللي احنا نقدر نعمله. قلت لها خلاص يا ماما تعالي نروح، كانت الساعه 3 الفجر. قلت لها خلاص يا ماما تعالي نروح، ومن اول بكره الصبح بدري هننزل نيجي تاني او نروح مستشفى تانية ونشوف احنا ممكن نعمل ايه. قال لي طيب اوكي. ابرار كانت قاعده همدانه خالص، ما كانتش بتتحرك خالص. هي كانت خلاص خلصت المحلول بتاعها، ووقت ما احنا خلاص كنا هنمشي فجاه قامت، مع انها ما كانتش قادره تتحرك حتى خالص، يعني احنا اللي كنا بنحركها بنقومها بنوديها بنجيبها وهي همدانه خالص. فجاه قامت مع نفسها، ومع انها حسيتها ما كانتش شايفه، بس هي كانت قبل ما نظرها يبوظ كانت قاعده بصلي انا وماما كده، وكانها بتقول لنا خلاص باي. بعدين فجأة قامت وكانت قاعدة بتدور على الشنطة بتاعتها علشان تدخل فيها. انا ما كنتش شايفة قوي بس كانت قاعدة بتدور على الشنطة عشان تدخل فيها، وانا استغربتها، هو انت ازاي قمتي كده؟ انا انبسطت، انا قلت الحمد لله يمكن ابتدت تبقى كويسة، بس انا ما كنتش اعرف ان هي كان خلاص ميعادها يعني، وهي ما كانتش عايزانا نشوفها، وهي يعني خلاص، فكانت عايزه تستخبى جوه الشنطه بتاعتها علشان احنا ما نشوفها. ودخلت جوه الشنطه بتاعتها وابتدينا ان احنا ناخدها. واحنا ماشيين حسيت ان في حاجه، ما اعرفش ايه اللي خلاني احس ان في حاجه. واحنا خلاص داخلين رايحين نركب الاوبر، فتحت الشنطه وانا ما كنتش شايفه قوي، الدنيا كانت ضلمه، انا كنت عايزه اشوفها لسه بتتنفس ولا لا، بس انا حطيت ايدي عليها حسيتها بتتنفس، بس كان بسيط قوي قوي قوي. بس انا قلت ما هي طبيعي عشان هي اصلا مش قادره تاخد نفسها، بس هي كانت في اللحظه دي كانت خلاص وانا ما كنتش عارفه. واحنا طول الطريق واحنا ماشيين مروحين، الشنطه بتاعتها انا حطها على رجلي وحضناها، ما كانتش بتتحرك خالص، مع انه دي مش طبيعه ابرار، حتى لو هي عيانه بتتحرك حركه بسيطه حركتين. والشنطه بتاعتها ما كانتش بتبقى حابه ان احنا بنتحرك بعربيه يعني او كده، ودي ما اتحركتش خالص. انا كل ده مش عايزه اصدق، مش بقول لا هي بس ما اكيد همدانه وبتاع عشان كده ما اتحركتش، بس اكيد عادي يعني. وان شاء الله هنوديها الصبح المستشفى تاني وهنشوف هنعمل ايه. روحنا انا وماما، واول ما دخلنا بقول لها ماما انا خايفه. قالت لي ان شاء الله خير، طلعيها بس. فجايه بطلعها من الشنطه بتاعتها. انا في اللحظه دي انا انهارت، انا اللي طلعتها، ماما ما شافتش في ايه. مش عارفة كده بصور فيديو ولا بصور ايه. انت بتعمل كل واحد له عمر يا بنتي. ماما مش قادرة. كل واحد له عمر، عالشقط فيها 15 سنة حلوة قوي، يعني كل واحد له عمر. هي كانت صحوة الموت، لما هي كانت بتعمل قوم كده كانت صحوة الموت. هي كانت بتتنفس بطيء عن الاول لما انا شفتها وقتها، بس كانت لسه بتتنفس. ما هي كانت بتطلع كانت الروح بتطلع ساعتها، احنا مخدناش بالنا، معرفناش.
بس هي بصراحه فعلا عانت، بالذات في الاواخر عانت قوي قوي. بالعكس يعني وربنا رحمها، لان ميه على الرئه وميه على القلب والكلى باظت، ما كانتش هتعرف تعيش كده. بس انا كنت برضو بعد كل ده انا كنت في حاله اللي هي بقى هي هتقوم تتحرك. يعني انا سبتها نايمه في مكانها، وبعدين جيت الصبح ببص عليها تاني بقول ماما هي ما اتحركتش. كنت عايزاها تتحرك، كنت عايزاها تقوم، كنت عايزه كل ده يكون حلو. وقعدت بقى بعدها فتره مش مصدقه ومش عايزه اصدق، وعلى طول وحشاني، كل يوم بعيط ومش قادره اتخطى، ومش متعوده على البيت، حاساه فاضي. انا مش متعوده على البيت من غيرها. بقيت بعدها الايام اللي بعدها بقيت كل شويه مثلا امشي في الشقه، اتخيل في الاماكن اللي هي كانت على طول بتبقى موجوده فيها، اتخيل بيها. حاسه ان انا اتجننت او هتجنن. واتفقت انا وماما ان احنا مش هنجيب قطه تاني لمده مثلا 5 شهور او اكتر، لحد ما انا وهي نتخطى انه برضه هي عاشت معانا عمر 16 سنه بحالهم. ابرار ماتت يوم 4/12/2024. حاسه انا مفتقداها جدا وليا ذكريات كتير معاها انا، بس ما قلتلكوش غير كام ذكرى او كام حاجه. بس احنا لو قعدنا بقى ده عمر 16 سنه، انا لو قعدت افتكر كل الذكريات اللي كانت معايا او كانت هي موجوده فيها في حياتي، الفيديو مش هيخلص. لسه صاحية من النوم. طيب أبرار قولي هاي للكاميرا. ايه ابيض يا جماعه. يلا تعالي تعالي. لا دي عشان تعضي.
محدش يسأل عشان اعرف الناس هتسأل طب انتي عملتي فيها ايه او وديتيها فين. دي كانت روح في يوم من الايام، فانا اكيد مش هينفع ان انا احطها في اي حته كده، فانا وديتها للعياده اللي احنا كنا بنتابع معاها. العياده دي عندهم مكان بيدفنوها فيها يعني، والله يعني حتى هي كانت بالكانولا بتاعتها، ما كانتش حتى شالت الكانولا، لان احنا كنا سايبين الكانولا علشان تاني يوم هنروح المستشفى تاني وهتعلق محاليل تاني، احنا عارفين وكل حاجه، فاحنا قلنا خليها بالكانولا عشان ما تتشكشكش تاني. معلش انا اسفه انا ما قلتش في اول الفيديو عشان بس الناس الجديده اللي اول مره، في ناس اكيد هتقولي ابرار مسميه قطه ابرار جمر الدين دبيازه ولا جعفر ولا مش عارفه ايه اللي انتوا بتسموها القطط بتاعتكم دي، تمام وابرار لا. عامه انا كان عندي 9 سنين وانا كنت بحب اسم ابرار ده جدا، وانا قررت ان انا اسميها ابرار. باي ذا واي قطتي اصلا كلها وقت ما انا كنت في السن ده كانت اساميها اسامي بني ادمين، مفيش بس غير باباها ومامتها كان اسمهم بوسي وميشو بس اسامي قطط لكن الباقي كله كان اسامي بني ادمين. وانا عارفه برضو ان الناس هتقولي كل ده عشان خاطر قطه. انا مش هقول لكم غير حاجه واحده بس، وانا مش عايزاكم تتخيلوا، لان فعلا عمر ما حد هيتخيل اللي انا بحكيه ده واللي انا حاسه بيه ده الا لو حد كان مربي حيوانات، سواء كان قطط او كلاب، او بالذات القطط والكلاب او اي نوع حيوانات. انا بالنسبه لي ابرار دي مش قطه، مش مجرد قطه، مش مجرد حيوان، هي بالنسبه لي زي ما قلت كانت فرد من عيلتي. يعني انا ما جبتهاش على كبر مثلا، حتى لو جبتها على كبر والله، بس انا ضحكت معايا من وانا قد كده، يعني من ساعه ما وعيت على الدنيا وانا هي معايا، مربياها معايا وعايشه معايا. وانا وماما اتفقنا على ان احنا مش هنجيب قطه تاني لفتره طويله لحد ما نحاول ان احنا نتخطى شويه، لان احنا ما بنعرفش نعيش من غير قطط باي ذا واي، بس لحد ما احنا نتخطى شويه. احنا متعودين ان احنا حتى واحنا ماشيين في الشارع طول عمرنا، وماما معوداني على ده من وانا صغيره، على انه قطط شارع بنجيب لها اي حاجه من السوبر ماركت نحطها لها عشان تاكل ونبقى، او كلاب او اي حاجه من الحيوانات. كنا بنحب ده جدا، وعلى طول بنبقى بنبص كده على قطط، في قطط بتصعب علينا قوي بنبقى عايزين نجيبها البيت، بس احنا مش بنبقى عايزين نعمل ده علشان برضو نبقى محترمين قطتنا اللي هي ابرار. واولا احنا مش ضامنين القط اللي في الشارع ده، كان ممكن نطعمه ننضفه نعمل يعني حاجات كتير برضو، وفي نفس الوقت ابرار كانت كبرت بقى وكان بالنسبه لها دي مملكتها، فمش مستعده ان حد يبقى موجود تاني غيرها، فاحنا احتراما ليها وكده ما كناش بنبقى عايزين ان احنا نجيب اي حد، هي بس قطتنا وخلاص. فبعد ما ابرار ماتت انا كنت في فتره كان عندي امتحانات وكنت مخنوقه قوي، متضايقه ومكتئبه جدا، فماما هي كمان كانت متضايقه قوي ومتضايقه عشاني ومتضايقه عشان حاجات كتير، ما اعرفش ايه اللي خلى ماما تفكر كده، وهي ما فكرتش عامه. فجاه لقيتها داخله عليا بكائن كده صغنوني، قطه صغيره جابتها معاها البيت، سمناها قوي. وبعدها كمان جات لنا الانسه هتقولوا لي مش انتي قلتي انتي وماما ان انتوا مش هتجيبوا قطط لمده 5 شهور ولا 4 شهور جايين؟ هقول لكم بس في حاجات كده ما اعرفش بتيجي ازاي. كوكي نعسانه دلوقتي. وباي ذا واي الناس اللي هتقولي انتي قاعده معايا طلعت ده كله وقعدتي تقولي هجيب قطط بعد ما اتخطى ابرار، انا اكتشفت ان انا عمري ما هتخطى ابرار، انا لسه ما اتخطيتهاش باي ذا واي، انا كل شويه بفتكرها وكل شويه ببقى مفتقداها جدا وبقعد اتفرج على صورها، كنت محتاجاها دلوقتي في حياتي، بس برضه يمكن ربنا بيعوضك بحاجات تانية، ان هو عارف قد ايه انا كنت بحب القطه دي وقد ايه كانت هي جزء كبير من حياتي، فهو يمكن بيعوضني بالكائن الجميل الجديد ده. دي اسمها هيرمايني. خليني احكي لكم قصتها هي وقولي في الفيديو اللي جاي، لان انا مش عايزه احكي لكم قصتها في الفيديو ده، انا عايزه اخلي الفيديو ده يبقى ديديكيتد او مخصص بس لابرار لذكرها ولكل حاجه. انا مش عايزه يبقى الفيديو ده لحاجه تانية غير الابرار. اكلمكم عن هيرمايني وقولي في الفيديو اللي جاي. بجد انا اسفه لاي حد فقد اي حيوان كان عنده، انه انا جربت الاحساس ده واول مره كنت اجربه، وربنا يعوضكم. وانا بقول يمكن علشان احنا كانت معانا واعتنينا بيها واهتمينا بيها، تبقى الحاجه دي بس يعني تبقى شفيعه علينا يوم القيامه، وتبقى شاهده علينا ان احنا ما قصرناش معاها خالص، وتبقى سبب من الاسباب اللي ربنا يرحمنا عشانها. انا اعتقد ان انا طلعت ابرار معايا في فيديوهات مش كتير، بس كانت جزء كبير جدا معايا، حتى لو انا كنت عايزاها تطلع معايا في الفيديوهات او مش عايزاها تطلع معايا في الفيديوهات كانت بتظهر، طبعا لازم يبقى ليها ظهور. لو انتوا كنتوا بتتفرجوا عليا من زمان اكتبوا لي تحت في الكومنتات لو انتوا فاكرين اي لقطه او موقف لابرار كانت عملت قدام الكاميرا، خلينا نفتكر شويه وانا عايزه اسمع منكم. واكتبوا لي تحت في الكومنتات لو انتوا كان عندكم قطط او كلاب مثلا او اي حيوانات عامه، وايه قصصكم معاهم. لو انتوا عندكم قطط او حيوانات او كلاب ربنا يبارك لكم فيهم واهتموا بيهم بجد بجد. الحيوانات دي تستاهل كل خير حقيقي، هم مش بيبقوا مستنيين مننا اي حاجه خالص غير ان احنا بس نحبهم ونهتم بيهم مش اكتر، وهم بيقدموا لنا كتير قوي وحنينين جدا علينا. وخليكم عامه تكونوا رحيمين ويبقى عندكم رفق ولين باي حيوان ممكن تشوفوه في الشارع، سواء كلب او قطه، وتعلموا لو انتوا عندكم اولاد او اخوات صغيره او كده تعلموهم ان هم يبقوا كمان رحيمين على الحيوانات اللي في الشارع. وانتوا ماشيين حاولوا ان انتوا تدوا لهم اكل او شرب، اي حاجه تجيبوها لهم من كشك او سوبر ماركت،
زيت وميه ان شاء الله ميه حتى بس، وعلموا اولادكم او اخواتكم ان هم يعملوا كده علشان يبقى في عندنا رحمه اكتر في الجيل اللي طالع ده. بس هشوفكم في الفيديو اللي جاي ان شاء الله. مع السلامه.